الفيديو ده كفيل ان هو يغير لك حياتك، لاني هكشف لك عن الاسرار اللي هتخليك تنطق زي الاجانب، يبقى عندك حصيله لغويه وعارف كل القواعد. والكلام ده مش هنعمله في سنه ولا 9 شهور ولا حتى 6 شهور. لو التزمت بالخطه اللي هقولها لك دلوقتي لمده 4 شهور، اوعدك لو انت عايز تشتغل بالانجليزي وتقبض 20000 جنيه هتشتغل، ولو عايز تسافر وتغير حياتك هتسافر، ومفتاح الانجليزي هيبقى في ايدك تفتح بيه كل البيبان المقفوله. من غير مقدمات، اول اكسرسايز انا بحب اسميه الدبست ورحت هناك. انا اسامي الاكسرسايز بتاعتي غريبه شويه، ولكن الاكسرسايز ده هيحل لك مشكله الكلمات في الانجليزي. يعني وانت بتتكلم انجليزي مش هتقعد تقول في وسط الكلام وتفكر في الكلمات، لا، هتلاقيها بتيجي في دماغك على طول. الاكسرسايز ده هيتقسم لاربع اجزاء. اول جزء هتختار مكان زي السوبر ماركت او الكومباني او الكافيه او اي مكان بتروحه كتير. تاني جزء بعد ما تختار المكان هتروح للتشات جي بي تي وتقول له يطلع لك فوكابلري المكان ده. يعني انا هقول له طلع لي كلمات او فوكابلري في السوبر ماركت، اداني لستة الكلمات دي. هتساله بقى على معاني الكلمات الجديده عليك، والاحسن تخليه يشرحها لك بالانجليزي وتخلي المحادثه معاه ما فيهاش اي عربي خالص. بعدها هتتنقل للثالث خطوه، وهي انك تاخدهم كلمه كلمه وتكون جمله على كل كلمه. موسيقى، تاخدهم كلمه كلمه وتكون جمله على كل كلمه. يعني خليني اعمل معاكم واحده على سبيل المثال. entrance وهي بوابه الدخول. I walked into the supermarket through the entrance. دخلت السوبر ماركت من البوابه. I walked into the supermarket through the entrance. دي الجمله اللي انا كونتها. هتعمل بقى جمله من كل كلمه في الليسته، وكده هيبقى معاك لستة جمل. بعد ما تعمل جمل هتبتدي بقى تعمل سيناريو عن المكان ده بالانجليزي. عايزك بقى تطلع المخرج اللي جواك. يعني مثلا لو في السوبر ماركت هتتخيل حصل ايه جوه. فمثلا خلينا اديكم مثال بالعربي بس انتوا هتعملوا الكلام ده بالانجليزي. انا دخلت السوبر ماركت وقلت اني عايز اشتري الجبنه، فالراجل اداني سعر، فصلت معاه واتخانقنا وشطمنا بعض، فضربني ووداني المستشفى ومت، وعيالي اتيتموا، وابني بقى كان عاوز ينتقم فراح يتخانق مع الراجل بتاع الجبنه فموته هو كمان. اسرع بقى بخيالك، وعايز كل الكلام ده يكون بالانجليزي وتكون جمل طويله شويه. فالموضوع ببساطه علشان الم لك الاكسرسايز، هتختار اي مكان بتروحه كتير، هتخلي تشات جي بي تي يديك لستة كلمات عن المكان ده، وهتحول الكلمات دي لجمل، وبعدين هتعمل سيناريو او محادثات عن المكان ده. طب ده هيعليني ككلمات، لكن انا برضو عايز اظبط الجرامر وعايز انطق كويس واحس اني بنطق زي الناس اللي بشوفهم على النت دي، مش نطق اللي زي عادل شكل ده. لو عايز تنطق زي الناس اللي بتشوفهم على النت دول، هتعمل اكسرسايز اسمه شوف بيعمل ايه واعمل زيه. الخواجه والله الاديتور مش واثق فيا. الاكسرسايز ده كفيل يخليك تنطق زي الاجانب بالظبط، لان ده اللي انت هتعمله حرفيا. انت هتشوف فيديو لحد اجنبي بيتكلم، سواء فيلم او فيديو عادي، وتقلد النطق بتاعه زي كده This Lamborghini costs more than your house، وتمشي بقى جمله جمله. طب انا كده هنطق وراه ماشي، لكن بعد شويه لما اجي انطق لوحدي هبقى زي الخرا. لا، لانك لو عملت الاكسرسايز ده كل يوم عقلك هيفهم النمط بتاع النطق في الانجليزي. النمط ده اللي هو حاجه متكرره يعني، وهتقدر تنطق اي كلمه صح، فثق فيا. طب بما انك ساحر بقى وبتديني اكسرسايز اقفل بيها كل حاجه، انا علق وما بحبش ادرس جرامر، وفي نفس الوقت مش عارف ارتب جملي، وساعات كلام بالانجليزي ما بيكونش مفهوم وما بعرفش اعبر عن نفسي. هل في امل مني؟ لا، لازم تدرس جرامر. واي حد يقول لك الجرامر مش مهم ومحدش بيستخدمه وقول له بس انا هقول لك على اكسرسايز تحسن بيه الجرامر بتاعك من غير ما تدرس القواعد بشكل مباشر. يعني مش لازم ادرس، يعني انا ما قلتش كده. انت بتتكلم في حته ان الجرامر ده ملوش لازمه وتضييع وقت. لا، الجرامر مهم جدا. المهم الاكسرسايز انا بسميه طب ما هي كل اللي هتعمله هتشغل فيديو بالانجليزي وحد هيقول جمله، فانت هتقول جمله زيها بالظبط، نفس الاستراكشر ولكن كلمات مختلفه. لو رجعنا للجمله بتاعتنا اللي خدناها في الاول، This Lamborghini costs more than your house، هنقول This mic is more expensive than your PC، او The setup is better، او this setup is better than yours. نفس القاعده اللي هو بيكمبير حاجتين ولكن كلمات مختلفه. لو مش عارف القاعده اصلا هترجع تدرسها، هتدي الجمله لشات جي بي تي وتقول له ايه القاعده المستخدمه في الجمله دي. لما تعيد الاكسرسايز ده كتير هتلاقي عقلك لا اراديا اتعود على ترتيب الجمل الصح. طب انا عايز اكسرسايز يخليني امارس اللغه، بس انا ما عنديش حد امارس معاه. لو عايز تمارس مع نفسك هتعمل اكسرسايز اسمه العيل الرزق. عارف لما كنت صغير وتبقى ماشي في الشارع وكل شويه تقول ايه ده، فاللي ماشي معاك يقول لك، فتقوم تساله بقى يعني ايه دي شمس. يعني ايه شمس؟ اهو ده اللي هنعمله بالظبط. هتنزل تتمشى في الشارع وكل حاجه تشوفها هتقول ايه دي بالانجليزي، بعدها بقى هتشرح يعني ايه في كام كلمه، وده هيخليك تمشي لسانك وتتعود على الكلام بالانجليزي، والناس هيشوفوك ويقولوا ايه العبيط اللي ماشي يكلم نفسه ده. طب انا عايز اكسرسايز يزود لي الطلاقه ويخلي الانجليزي عندي زي العربي بالظبط، وما اضطرش بقى ان انا اترجم في دماغي من عربي لانجليزي، اللي هو بفكر بالانجليزي على طول. هقول لك بقى على الاكسرسايز الاخير اللي هيخليك تقفل الانجليزي وتتكلم بطلاقه وما تفكرش بالعربي، اسمه انجليزي.
لازم تمارس اللغه كل يوم مع حد حقيقي، ويكون في منهج ماشي عليه خطوه خطوه، وحد متخصص حاطط لك خطه متفصله على مقاسك ومتابع معاك وبيصحح لك كل يوم. لو عايز حته تمارس فيها اللغه وفي نفس الوقت تاخد كل الاكسرسايزز اللي انا قلتها لك دي واكتر، كمان عملناها بشكل العاب بيدمنها الطلاب وبيقولوا لنا بنعد الدقايق مستنيين المحاضره من كتر ما المنهج مبسط والموضوع تفاعلي. عشان تاخد كل ده هتخش على اللينك اللي في الديسكربشن اللي هو انجليزي edu.com اللي هو ده.